ازاي تكون افضل نسخة من نفسك؟ كلنا بنبقى عايزين نكون ناس كويسين ونطور في العالم ونبقى ناس مؤثرين. طب ازاي نعمل كده؟ ده اللي احنا نعرفه في الحلقة النهاردة. اول حاجة، هات ورقة وقلم، مشروبك المفضل، ويلا نبدأ. مبدئيا كده خد نفس عميق، تقبل فيه شكلك، طولك، لونك، واعرف حاجة مهمة، ان كلنا لنا عيوب. تقبل العيوب دي، لو عيوب حاسس انها عايز تأثر فيك نبدأ نغيرها ونعرف ازاي. اولا عشان نكون افضل نسخة من نفسنا لازم نحط اهداف، والاهداف دي هنقسمها لاهداف دينية، اهداف ثقافية، اهداف رياضية، اجتماعية، ومهنية. وياريت يكون اول هدف عندنا هو دخول الفردوس الاعلى، لان من استقام دينه استقامت الدنيا. لأننا لما نتعرف على ربنا أكتر صدقني ربنا هيكتب لك توفيق، هنشوف في كل حاجة لطف ربنا. يعني مثلا العربية عطلت بيا النهاردة في نص الطريق، طبعا ده حاجة وأنا كان عندي شغل ومتضايق وإيه ده وليه تعطل معايا وشمعنا أنا ودلوقتي لا. ساعتها هتقول إن الحمد لله إن العربية ما عملتش فيها حادثة، مثلا إن العربية ما تعطلتش أكتر من كده. تحمد ربنا على حاجات كتير حصلت. فلما بنعرف ربنا اكتر صدقني هتستقيم ليك الدنيا، وهتتعلم ان يكون كل عملك لله. يعني انت بتلعب بس انت بتأجر. طب ازاي انا بلعب وبأجر؟ يعني مثلا لما انت بتلعب كورة هتحط نية من نوايا ان يكون جسمك رشيق، عشان لو حصل جهاد او اي حاجة تعرف انت تجاهد في سبيل الله. هتقول ان انت بترفع عن نفسك، بدل ما ترفع عن نفسك بطريقة غلط لا ترفعها بطريقة كويسة عشان تقدر تستعين وتقدر تعمل ربنا صح. هتقول ان انت تاخد النوم ده علشان تصحى تقدر تطيع ربنا. هي الفكرة نفس الأعمال اللي احنا بنعملها، بس احنا بنغير النوايا اللي فيه. بعد ما نحط الأهداف اللي احنا عايزينها هسألك سؤال، ايه هي الرسالة اللي انت عايز تديها في الحياة؟ يعني الأهداف دي الطريقة اللي أنا أوصل بيها للرسالة اللي أنا عايزاها. هتقول إن أنا عايزة أكون غني. طيب بقى الأهداف دي الحاجة اللي هتخلينا نوصل إن احنا نكون أغنياء. بس أنا عايزة أكون إيه بقى هنا؟ أنا عايزة أثر في العالم، عايزة أترك أثر طيب ليا في العالم، عايزة أخلي الناس تذكرني دايما بحاجة كويسة، تفتكرني بشيء كويس أنا كنت بعمله. عايزة أحسن في حياة الناس وطورها، لأن البطل هو اللي يقدر يغير حياة الناس. تمام. تاني حاجة هنختار قدوة عندنا، وأهم حاجة إن مفيش حد كامل للأسف. مفيش حد هتلاقيه قدوة في حاجات معينة بيعمل حاجات تانية انت مش عاجبك فيها. فانت للأسف مفيش حد كامل، بس غير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طب احنا ليه ناخد سيدنا محمد قدوة؟ لأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. لأننا من ذكر في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وعايزة أقول حاجة، لو تعرفوا كتاب كيف تأثر على الآخرين وتكتسب الصداقات، أو معظم كتب اللي بتشجع على العلاقات كلها أخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا أنا بنصح بكتاب استمتع بحياتك، لأنه بيشرح خلق الرسول إزاي كان بيتعامل الرسول مع أصدقائه. ساعتها هتحس قد إيه، هتفتخر قد إيه بالرسول أكتر. كل ما عرفت سيرته عرفته وحبته أكتر وأخدت قدوة. ثانيا بقى بعديها نختار قدوة. للأسف برضو مش هنلاقي حد كامل، بس انت تختار قدوة في شيء معين، شخص ما في حاجة معينة. يعني شخص ان هو ناجح في حاجة معينة، مش هتختاره قدوة في كل حاجة. او هتكتب مين الأشخاص اللي انت فعلا بتحب تقعد معاهم، تستمع ليهم، بتحبهم يعني، او انت عايز تكون زيهم. هتكتبهم في صفحة وتكتب الصفات اللي هي فيهم انت حاببها، وتحاول ان انت تبقى تعمل زيهم. طب هتقولي سؤال، هو انا اقدر اغير طبعي لان ده الطبع اللي انا اتولدت بيه وعايش بيه والناس عارفاني بيه وبلا بلا حاجات كتير؟ هقولك اه،
كلنا بنقدر نتغير، لأن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ولو أنت عصبي حاول تبعد عن العصبية، لأن الشخص العصبي للأسف بيخسر ناس كتير، بيخسر أشياء. حتى يعني ممكن واحد وهو عصبي يقوم مكسر تليفونه، بعدين يندم إن هو كسر التليفون، أو يندم إن هو كسر سامسونج أو أي حاجة. فهو لو أنت شخص عصبي، أنت عندك فرصة إن أنت تبدأ إن أنت تتعلم إن أنت تكون صبور شوية، وحاول تكتم غيظك، لأن الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يعني ده كله غير الثواب اللي هناخده في الدنيا، فيه ثواب كبير وأجر كبير في الآخر. بس مش معنى ان انا تبعد عن عصبية ان انت تكون بارد، لان برضو البرود ده بيعصب جدا. يعني هو الوسطية في كل شيء احسن حاجة. تالت حاجة بقى، ناخد النوت بتاعتنا والقلم ونكتب ايه الهواية اللي انا بحب اعملها. لو انت مش حاسس ان انت ما عندكش اي هواية، اسأل مامتك او باباك او اي حد شافك وانت صغير، قوله ايه الحاجات اللي انا كنت بحب اعملها وانا صغير، زي رسم، كتابة، شعر، قراءة، اي هواية عندك، وحاول تطور الهواية دي. لان المفروض ان احنا يكون عندنا options كتير، اللي هي skills كتير. لان كل ما زادت السكيلز بتاعتنا، او كل ما زادت مهاراتك، زاد احتياج الناس اليك وقل احتياجك انت للناس. فالواحد المفروض ان يبقى عنده سكيلز كتير وحاجات كتير، ان هو يستغنى عن الناس ويقدر يعمل كل حاجة. وان الواحد لما يبقى عنده اوبشنز كتير بيبقى دايما مرغوب ومطلوب من كل حاجة. حتى لما بيبقى في الشغل بتاعه ما حدش بيجي عليه، لانه بيبقى عنده حاجات كتير. يعني انا لو صاحب الشغل انا ضايقني، انا ممكن اسيب له الشغل واروح اشتغل في اي حتة تانية، لان انا عندي ملايين الناس او ملايين الاماكن انها هتقدر توظفني. ونصيحة من عندي ان كن صادق مع نفسك. ساعات الواحد بيقول ان هو بيحب حاجات ومش بيحب حاجات، عشان بيشوف الحاجات دي البوبيلر او المشهورة كمان عند الناس. فلا، كن صادق مع نفسك. انا بحب كذا عادي. يعني بتحب القراءة، تلاقي اصحابك جدودة كتب ومش عارفة ايه بتاع، ماشي اوكي، انا جدودة كتب فيها ايه؟ لان الريدرز او leaders، القراء هم الناس الليدرز، يعني القادة عموما يعني. وانا شفت كان في واحد فرنسي كان في السجن، قال لي خلاه يطلع في السجن ويبقى كاتب كبير. ان هو لقى كتاب، مش فاكرة كان ايه الكتاب، وقرأه، لقى نفسه انه بيحب القراءة وقعد يقرأ كتير لغاية ما نمى نفسه. اول ما طلع من السجن بقى كاتب مشهور. فهو القراءة بتغير. نكتب سؤال ثاني، وهو ايه هي نقاط قوتك؟ ايه ممكن تستغرب ايه نقاط القوة دي؟ نقاط القوة مثلا ان انت بتحب القراءة، ان انت هادي، ان انت بتحب تتعلم. كل واحد بيبقى عنده ليه بوينتس كده، بتعرف تتعامل مع الناس مثلا، عندك اقناع، بتعرف تتفاوض. في كل واحد بيبقى عنده النقاط قوة هو عارفها، او ممكن تلاقي الناس بيقولوا لك ان انت لا، رأيك كويس، مش عارفة، تعرف تقنع اللي قدامك كده. هتكتبها في ورقة وتحاول تنميها، لأن السوفت سكيل دي لازم تبقى عند كل واحد منا، وهي دي الحاجات اللي بتبقى ريلي مهمة. بعد كده السؤال التاني، ايه هي نقاط ضعفك؟ ضعف ايه؟ انا شخص قوي اصلا. مش عايزة اقولك ان للأسف، يعني مش للأسف، كلنا من جوانا في نقطة ضعيفة. تلاقي نفسك بعد يوم طويل قوي بتعيط عادي، اوكي يعني. فكلنا عندنا نقاط ضعف. ممكن يبقى نقاط الضعف دي مثلا ان انت بتتسرع في العطف عن الناس، ان انت بطيء في حاجة معينة. كلنا لينا مميزات ولينا عيوب، بس اهم حاجة عيوبنا ما نتفادهاش ونستسلم ليها، لا. لو العيوب دي فعلا انت مقصرة فيك، فانت لازم تغيرها. ومن اهم العيوب اللي انا بشوفها، إيه، الناس اللي هم مؤسسين الطاقة. ايه مؤسسين الطاقة دي؟ يعني مؤسسين دي بقى عرفناها، ايه مؤسسين الطاقة دي؟ مؤسسين الطاقة دول اللي هم بتلاقي شخص انت، او انت مثلا تكون excited تجي حاجة معينة، او عندك فكرة معينة بتقولها قدام حد، تلاقي الشخص اللي قدامك ده قالك ان الفكرة دي وحشة، حبطك تجاه الفكرة خالص.
او ان انت مثلا عملت انجاز او اخدت اي انجاز صغير كبير، فتقول قدام الشخص ده يقلل منها جدا ويقول انا بعمل احسن من كده، فتحس انت بالاحباط بعد لما تشوفه، لان المشاعر زي المرض بتتنقل بالظبط كده، حاجة كنت تجنس يعني. المهم، لو لقيت شخص زي ده في حياتك، فأهم حاجة ان انت تسطح معاه العلاقة، ولو انت الشخص ده فانت لازم تتغير، لان وسطين الطاقة هم شخصين بيتعبوا اكتر ما بيتعبوا غيرهم. بعد ليه يبقى كده يعني؟ عموما تغير لو انت الشخص ده. العصبية، العصبية دي اوحش حاجة انت ممكن تعملها اصلا تبقى عندك. انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. انت تقدر ان انت توصل ان انت تبقى حليم، فحاول. لو انت قلت انا مش عارف فاقول لك حاول. بس هي الفكرة ان اسلوبنا ده مش حاجة هنتقبلها زي شكلنا ولوننا وطولنا والحاجات دي، لا، الاسلوب احنا نقدر نغيرها، الاخلاق تقدر تتغير، غير على الأسف. طيب ايه العادات، سؤال جديد، ايه العادات اللي انت عايز تكتسبها؟ عادة الصحيان بدري، الورد اليومي، ورد الذكر، غسيل السنان، قراءة، وعادات كتير جدا صحية لازم تكتسبها. إيه، ان انت تعمل جدول ازاي تنظم وقتك، دي كلها عادات مهمة. وزود في الحاجات دي كلها، حاجات تكتبها عشان انت تبقى عارف ايه العادات اللي انت عايز تكتسبها. كل ما الحاجة كانت قدامك كنت شايفها بتبقى احسن انها تتحقق. تمام، بعدين هنكتب ايه العادات السيئة اللي انت عايز تتخلص منها. سجاير، اكل كتير، وعادات كتير. طب ازاي اتخلص من عادة سيئة، او ازاي اكتسب عادة جديدة؟ اول حاجة اكتساب العادة الجديدة، انا كنت عاملة كتاب يعني شرح لكتاب العادات الذرية. إيه، لو انت عايز تقرأ الكتاب ده، احسن كتاب عملي انت ممكن تقرأه، وحلو جدا. بس بسهولة كده ان انت تخلي العادة دي اسهل ما يكون. يعني ايه خلي العادة سهلة؟ يعني تخلي الكتاب جنبك في كل حتة. لو انت PDF على الموبايل فانت تخليه قدامك كده، وتحط حاجة تفكرك، وتحط ميعاد ومكان مناسب ليه. يعني وتعمل حاجة اسمها تكديس العادات. أنا قلت 3 حاجات دلوقتي. يعني ايه تكديس العادات دي؟ يعني وانت بتشرب قهوة الساعة 12 الظهر على الكنبة اللي انت بتتفرج عليها، بدل ما هتقعد تسكرول على السوشيال ميديا، لا، هتمسك كتاب تقرأه. هو ده بالظبط اللي انت ممكن تعمله، وهتلاقي العادة بقت أسهل انها تتكون. العادة بتتكون في قد ايه؟ في قالوا من 3 ل6 شهور، في قالوا 21 يوم، ايا كان. العادة بتتكون لما يبقى السلوك ده دايم انت بتعمله، لغاية ما بتبقى تعمله لا إراديا، ملهاش عدد زمني معد معين يعني، وأيام معينة. أهم حاجة بس إن احنا نكسبها وتخليها سهلة، وتخلي المحفز دايما قدامك. يعني لو انت هتكتب ليست أو تو دو ليست، هتكتب فيها قراءة، لازم تخلي كتاب جنبك. المهم المحفزات كل شوية قدامك. ويا ريت بقى لو تجيب بورد كده كبيرة وتكتب فيها الحاجات اللي انت عايز تعملها، فدي أكبر محفز إن انت تنجز الحاجات اللي انت عايز تعملها في اليوم. طب ازاي اتخلص من عادة سيئة؟ عكس ان انت تخليها اسهل، ان انت تخليها اصعب وتتجنب المحفزات. اهم حاجة ان انت تعرف امتى بتحفز الناس تعمل عادة، لان العادة بتتكون من ايه؟ تريجر او محفز، البيهيفير اللي هي العادة، المكافأة بقى بعدها. ف ايه يعني، خليك بس تكون ملاحظ امتى مثلا ان انت بتعمل العادة السيئة دي، او يعني زي مثلا ايه، اللي هو الاكل الكتير اللي هو بسبب الاسترس، السجاير الكتير، ادمان السوشيال ميديا. انت بس خليك مدرك انت امتى بتعمل ده، وتحاول انت تتجنب المحفزات. هتلاقي محفزات كتير. السجاير مثلا، ان انت تشوف صحابك بيشربوا سجاير في القهوة، ان انت يجيلك ستريس، ان انت يجيلك حاجات كتير. فادرك بس المحفزات دي، حاول انت تستبعد عنها. بعد لما تعمل كده هتخليها أصعب حاجة. يعني مش هتخلي معاك مثلا فلوس كفاية إن ننزل نشتري سجاير، أو مش هتخلي معاك سجاير أصلا في البيت، المفروض السجاير في البيت وكده يعني. هتخلي العادة دي صعبة. أكتر حاجة إن أنت تقول مثلا لحد برضه من العيلة تابعني، لو لقيتني بشرب سجاير فاخد فلوس. وأكتر حاجة فعلا
وانا جربتها في حاجات كتير انت بتعملها سيئة عايز تبطلها. لو رجعت تاني يعني هي مرة واحدة لا تكفي، والواحد بيقع، بس اهم حاجة ان هو يقوم بعد لما يقع. اول ما تقع هتعمل ان انت مثلا هتقرأ أول زيادة من القرآن، هتعمل صدقة كبيرة، ايا كان حاجة كبيرة لربنا. صدقني هتلاقي الشيطان بيقولك ما تقعش، لان انت اول ما بتقع وبتعمل حاجة الشيطان بيتضايق ان انت بتعملها، فهو اللي هيخليك ملتزم ان انت ما تعملش العادة دي. حاجة كمان ان احنا نغير تفكيرنا تجاه العادة دي. يعني ايه غير تفكيري؟ يعني ما اقولش ان السجاير بتهديني، إيه وهكذا من العادات. ان الاكل بيخليني افيل جود مثلا، ان لما يبقى عندي depression واكل، او يعني انا متضايقة واكل شوكولات كتير فانا كده بحس ان انا هابي قوي. لا، نغير تفكيرنا تجاه دي. هتقول ان السجاير دي وحشة وان مضرة. يعني انت اصلا لو دخلت ايه اضرار السجاير، هي اصلا مكتوب عليها انها بتسبب كانسر في الرئة. انت مش متخيل معاناة الناس بتاعت كانسر الرئة ايه يعني بجد. ربنا يعافي كل الناس وكل الشباب. ايا كان العادة الوحشة اللي انت بتعملها دي، فان انت هتقرأ اضرارها وهتبقى مدرك. مش هتقول انها بتهديني، لا، دي ليها اضرار. كل ما تبص عليها تفتكر الاضرار بتاعتها، ما تفتكرش ان هي حاجة كويسة يعني. بعدين نيجي بقى لآخر سؤال وأهم سؤال، سؤالين في بعض يعني. هما ايه هي مبادئك وايه هي معتقداتك؟ ولازم نفرق هنا بين المعتقدات اللي انت بتتبناها والمبادئ. المعتقدات دي بتتغير على حسب السن، على حسب هو المعتقد صح ولا لا، على حسب حاجات كتير يعني. اتس اوكي انها تتغير. ولازم نفهم حاجة، ان المعتقدات دي مش هي هويتي. انا لما يجي حد يقول لي ان المعتقد ده غلط، بتلاقي نفسك بتجادل، وممكن الجدال ده يوصل انه يحصل خناقة كبيرة. ليه اصلا؟ يعني اتس اوكي ان انا غلط، فيها ايه؟ عادي، واحد كان فاكر حاجة وبعدين اكتشف ان هي غلط. لازم تثبت للشخص قدامك ان هو اللي خطأ، وهو يصدق كده قدامك. لا عادي، ممكن بس عشان فترة الجدال او مش عايز يقول ان هو خطأ، بس بعدين لما يفكر في الكلام ده هيدرك ان انت صح. فانت بس ادي نصيحة، ومش لازم تجادل قوي، لان الذكي هو اللي ما بيدخلش في جدال اصلا. انت بس قول النصيحة وخلاص، هو ده اللي عليك. وما تخليش النصح بتاعك يبقى محاضرة كبيرة، لا، هي نصيحة جملة صغيرة، النقطة آخر السطر وخلاص. متقعدش تعيد وتزيد تعيد وتزيد. وزي ما بقول أنا كنت فاكرة معتقدات كتير طلعت غلط، وعادي الحياة بتعيش، وإن أنت تتقبل إن أنت ممكن تبقى خطأ، وممكن يبقى يجيلك ذاكرة وهمية وحاجات كتير أوي مش تبقى حاجة متيقن منها 100%. لأن أنت بتلاقي الناس اللي عارفين مترددين، الناس الجهلة تلاقيهم دايما في الحاجة التوب. يعني دايما بيقولوا ايه، ان ما بيلقوش الخطاب او في حاجة يعني غير جاهل او متفوق 100%. لان الجاهل بيبقى مش عارف فعلا هو صح ولا لا. عموما الاعتقادات دي ممكن تبقى صح ممكن تبقى خطأ، وهي مش بتحدد الهوية بتاعتك. بس ايه اللي بيحدد الهوية بقى؟ المبادئ. وده السؤال الأهم، ايه هي المبادئ اللي انت ماشي بيها في حياتك؟ المبادئ دي يعني ايه؟ يعني الصدق، عدم الغش، حاجات عدم الاحتيال، النظافة. ان انت لو في مكان كله غشاشين، انت مش هتغش في حياتك. لو في مكان كله كذابين، انت هتفضل صادق. لو كله بيقبل رشاوي، انت لا يمكن انت تقبل الرشوة. دي مبادئ اللي انت تمشي عليها في حياتك، ولا يمكن تقدم تنازلات عنها. لان هما لما غيرك يشوفك صادق في العمل اللي انت بتعمله، هيتضايق منك وهيخليك تعمل الخطأ. بس لما يشوفك ما تقدمش تنازلات وثابت على مبدأك، هيقلدوك صدقني، وهيبقى اسمك كذا، الصادق كذا، اللي ما بيقبلش رشاوي. فأكيد هو ده اللي احنا عايزين نسمعه يعني. وكده خلصنا. لو عايز تعرف حاجات تانية اعمل لي تابعني عشان تسمع كل جديد. تابعني على انستجرام عشان يوصلك كل جديد.